كل واحد فيكم هيقول حصل ولا ما حصلش من ذكرياته في العمارة زمان وهو صغير أو لحد دلوقتي. حصل ولا ما حصلش في العمارة؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ مرة اتخانقت مع بواب العمارة. حصل ما حصلش ما حصلش ما حصلش حصل. إيه انت خفت ولا ايه؟ ما بعرفش اقرا عربي. ما حصلش. طب انت خناقه كانت كوميديه ولا خناقه عنيفه؟ لا هي بدأت كوميدي وانتهت بعنف. مين اللي خرج منتصر فيها؟ هي نفس لا ما حدش خرج منتصر. هي فكرة برضو نفس الموقف اللي حصل مع عوض، اللي هو ما بتغسلش العربية ليه؟ يعني نفس اللي حصل. حصل ولا ما حصلش؟ كنت بخبط على شوية الجيران واجري وانا صغير. طبعا. حصل اكيد. ده الجيران وجيران الجيران ده كنت بحب الحركه ده في عماير تانية. عماير تانية. كنا بنروح عماير قولوا لنا تانية. ذكرياتكم. ده ما فيش فرق ولا اجيال ولا فيها متعه، فيها متعه مش عارفه هي ايه بجد. استمتع جدا. انا اتبسطت قوي لما شفت المشهد ده، حسيت بالطفوله. كنت ببقى عايز اضحك. يبقى مثلا معايا زميلي جاي من المدرسه وجايبه معايا البيت استضيفه، واروح مخبط على شقه مش بتاعتي واطلع وهو مستني ان حد يفتح. هو بقى طبعا. حصل ولا ما حصلش؟ اتخانقت عشان او دخلت في خناقه علشان الصيانه اللي ما بتدفعش من السكان. ما كانش عندنا الحاجات دي. هنا حصل. هنا عندكم مشكله صيانه زي معظم العمارات. في ناس ما بتدفعش. ودول لازم تلاقيهم في اي مكان. لازم في اي عماره وفي اي مكان لازم تلاقي ناس مخالفه كده. يقول لك انا ساكن في الدور الاول مش هدفع اسانسير، انا مش عارف ساكن فين مش هدفع اي الشقه حاجه مقفوله مش هدفع نور السلم مثلا. فلازم تلاقي الناس دي موجوده في اي مكان. عندهم حق يعني. انت عندهم حق ليه؟ ساكنين في الدور الاول عايزين تدفعوا في الاسانسير. هو انت كنت ساكن في الدور الاول عند جدتك؟ لا ما كانش عندنا اسانسير الحمد لله. بس طب هو واحد من اللي بيناكفوا. طب امال مين اللي يعني هو انتوا العماره امال مين اللي كان مدور العماره؟ لا كانت دايره لوحدها كده. ايوه نروح حل شعرات. يعني لا اتحاد ملاك ولا حارس عقار ولا اسانسير ايه؟ هم ابسط من كده يعني عادي. لا هم اتحاد الملاك يعني. انا كنت بحس ان الجيران عندنا زي الجيران بتاعت زمان يعني. هم اتحاد ملاك في اي حاجه. انا فاكر زلزال 92 ده احلى ايامي عشان كنا ننزل نقعد في جنينه جسر السويس واجازه من المدرسه والجيران نطلع نتابع اهم الانباء في اي شقه فكنا متربيين كده. كانت عماره عائليه كده يعني. عائليه اسريه. حصل ولا ما حصلش؟ حبيت بنت من بنات الجيران سواء في العماره انا ماليش دعوه او ولاد الجيران او في العمارات اللي جنب العماره. او في ايه؟ في العماره او في العمارات اللي جنب العماره. اكيد. طب هو عشان المدام بتتفرج دلوقتي. انا عايزه اسمع بالتفصيل. المدام بتتفرج والجيران بالتفصيل. لحظه استاذ خالد انت ما فيش؟ ما الحمد لله ما فيش. ما كانش فيه اصلا. ما كانش عندنا جيران. ما كانش عندنا جيران. يا راجل. طب الطقم هنا كله حب بنت جيران. طبعا لازم يحب بنت الجيران. ايوه قول لي انت يا استاذ محمد. طبعا احنا مظلومين. طبعا. ايوه اديني كده هنت. حب العيال الصغيره يعني ايه. انا شايف بنت في البلكونه حلوه قوي قوي فحاسس ان مجرد ما هتشوفني هتحبني. فتروح قافله الشباك في وشي. بتتقل. يعني كان حب من طرف واحد. طبعا. كنت بتعزل بقى تشوف خليها هي اللي تعزل. قول لي يا مصطفى. كان مع بنت الجيران، بس المشكله ان احنا كان بين اسرتنا واسرتهم مشاكل يعني، فعلى طول خناقات مع بعض. روميو وجوليت بقى وكده والجو ده، بس يعني ده الطبيعي يعني انتوا بتحبوا بعض بس اهاليكم مش طايقين بعض. واتخانقنا معاهم وبعدين رحنا القسم بقى وعملوا عدم تعرض لبعض وكده. حب انتصر في الاخر يعني. لا ما انتصرش خالص.